ما هي الخطوات التي نقوم بها في الوضع الراهن؟ الخطوات التي نقوم بها في الوضع الراهن هي نرجو أن تكون خطوات عملية، كل إنسان يقدم في سبيل دين الله شيئا ملموسا على أرض الواقع. إكثار الجمعيات القرآنية مثلا، هذه إكثار مجالس العلم. من كان يجد لنفسه معاذير في حلقه أو أخذه من لحيته فلا يفعل. من كانت تجد لنفسها بعض المعاذير في تغطية وجهها لمن ترى أن تغطية الوجه واجبة، أو في عدم تغطية شعرها والتزامها بالحجاب الشرعي، فلتفعل الآن. نرى أنه يقوم الناس لله بالقسط، ويكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونتخلى عن حياة الذلة التي ورثناها قرونا ورأينا أنها لم تصلح حقيقة يعني، ورأينا أن الشجاعة لم تخسرنا كثيرا، وخسرنا شيئا كثيرا. فنعود إلى ما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم في مبدأ أمرهم. عسى الله جل وعلا أن يصلح حالنا ويرزقنا دولة مسلمة. فنحن الآن ما نطلب دولة مسلمة، لأن الحال الحقيقة ما يصلح فيه أن تكون الدولة مسلمة. غاية ما نطلب أن يكون على الأقل المجتمع مسلما، وأن تتحرك الدعوة، وأن تظهر شعائر الله كنوع من فرض أمر واقع موجود. فلا يأتي بعدين واحد في بين عشية وضحاها فيقتلع كل هذا. تكثر الجمعيات مثلا الخيرية، تكثر إلى غير ذلك. أي شيء تستطيع أن تفعله على أرض الواقع فافعله.